مساء الفل، حلقة جديدة من حلقات العشوائي ومبروك السوبر. بس أنا مش مبسوط. ليه مش مبسوط؟ لأن احنا كنا المفروض ننهي السوبر من الشوط الأول 3-4 مرتاح. لعبت شوط عالمي، بقالك فترة كبيرة ما عملتش الأداء اللي احنا شفناه ده. هو ده أداء الأهلي اللي أنا الواحد منتظره، الشراسة، القوة، الضغط. ضغط قوي من أول دقيقة لغاية دقيقة 45. عملت كل حاجة في الكورة غير إن أنت تجيب أجوان. اداء كان كويس من كل اللعيبه. اكرم قفل الجبهه اليمين اللي كانت عندنا مشكله في ماتش السوبر الافريقي. بن عطيه لعب ماتش عالمي النهارده. هو ده اللي احنا كنا منتظرينه منك. عرضيات مؤثره، قافل جبهتك. مفيش غلطات عبيطه زي الغلطه اللي حصلت في الماتش اللي فات، اللي كلفتنا جون عبيط خلتهم ياخدوا بيه السوبر. فلا، حتى الواد ربيعة وياسر ابراهيم لعب احسن من الماتش اللي فات. كوكا كان نجم الماتش، مروان كان نجم الماتش. هو ده التشكيل اللي احنا بنكلمك فيه. اول مرة كولر ما يألفش في ماتش من مثلا يجي سنتين كده. اول مرة هو تشكيل اللي الاهلي كان لازم يلعب بيه هو اللي لعب بيه. ان انت تلعب بيرستاو كان لازم تلعب بيرستاو. ان انت تلعب بحسين الشحات ووسام وطاهر وقفشه وتلعب بكوكا ومروان. كله اللي انت كان نفسك تلعب بيه عملته الماتش ده. عملت 45 اداء عالمي عالمي، كانش ناقص غير ان انت تكسب. انا كان بالنسبه لي كان يعني هي دي الحاجه الوحيده اللي ناقصانا، او هي دي الحاجه الوحيده اللي احنا كنا بنتكلم فيها. لما يبقى الخصم بتاعك انت ضاغط عليه لازم تدوس على وشه، ما تدروش فرصه يرجع، وده اللي حصل. الشوط التاني بدأوا يرجعوا، بدأوا يضغطوا، بدأوا هما يلعبوه، بدأوا يعملوا هجمات مش عارف ايه، وقعدوا يضيعوا عشان خاطر يلعبوا ضربات جزاء. عملت اللي عليك وربنا كافئك وكسبت. من بعيد، اللي هو انت ضيعت وهم ضيعوا، وبعد كده خلاص شيكابالا كان داخل ياخد اللقطة اللي هو عمره ما هيكبر ومش هيفضل. انا مش انا يعني لغاية دلوقتي مش فاهم هو دماغه عايزة ايه. يعني انت كشيكابالا انت دخلت وانت اصلا كنت رقم 9 في الترتيب، فدخلت لعبت عشان تاخد اللقطة وتكسب وتروح تهيص مع الجمهور او ايا كان اللي كان هيحصل منك. انت بقى دلوقتي الماتش خلص والاهلي كسب، انت ليه بتجري ورا رامي ربيعه؟ انت مشكلتك مع مين؟ ولا ليه انت بتحب تعمل كده؟ ليه تحب ان انت تظهر بمظهر مش حلو؟ انا بشوف ان جمهور الزمالك بيقول عليك اسطوره، انما الحركات اللي انت بتعملها دي مش حركات اسطوره خالص. حركات عيل صغير بيلعب في الشارع، مش عايز حد يخطف منه الكاس او مش عايز يخطف منه الكوره. المفروض ان انت تكبر على اللي انت بتعمله ده. انت خلاص كلها يومين تلاته وهتعتزل. ايه بقى الفايده في اللي انت بتعمله؟ المهم احنا كسبنا السوبر المصري، مبروك على جمهور الاهلي ولعيبه الاهلي. نقفل صفحتنا نركز في ماتش العيد. ماتش في بطوله وفي نفس الوقت هتكسب بيها بطوله. جمهور الاهلي حجز التذاكر كلها. محتاجين لعيبه الاهلي تلعب زي اللي لعبت في ال 45 دقيقه الاولانيين. محتاجين نفس القوه نفس الضغط. حتى الواد المدافع اللي نزل النهارده مكرمه ربيعه، لمسته للكرة حلوة، تحس ان هو مدافع قوي. عايزين نشوف اشرف داري، عايزين نشوف الساعي، عايزين الناس دي تخش معانا في العجلة. لو ان انت تدي فرصة للواد الصغير يلعب اللي اسمه محمد سمير دوت او سمير. المفروض يعني نشوف هنعمل ايه لغاية يناير، لان هي كده كده خلاص ما بقاش فيها صفقات. مبروك علينا. السوبر. نركز في اللي جاي، الماتش اللي جاي صعب، الجمهور في ظهرك، الإدارة في ظهرك. ركز ما تقلفش، هتلاقي المكسب حليفك. وربنا يرجع لعيبة الزمالك اللي في الإمارات على خير إن شاء الله، والموضوع يخلص على خير. لأن في الأول وفي الآخر دي كورة، والناس دي ليها أهل وليها أولاد وليهم أسر، فربنا يطمنهم عليهم ويرجعوا بكل خير. مبروك جمهور الأهلي، هارد لك جمهور الزمالك، وشكرا.